السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم طقم ممدوح في فيديو جديد بوصفة جديدة ان شاء الله هتعجبكم. متنسوش قبل ما نبتدي في الفيديو اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد وعشان تشجعوني نعمل فيديوهات اكتر بوصفات اكتر. وكمان ما تنسوش نسمي الله ونصلي على النبي في الكومنتات. وصفة النهاردة زي ما انتم شايفين كده، يعني تحفة تحفة بجد، وشكلها اصلا لوحده يفتح النفس. بصوا، صينية بطاطس ومعاها لحمة مفرومة. بنعملها كده زي الكفتة يعني. بجد حلوة قوي قوي قوي، لازم تجربوها، انا واثقة ان هي هتعجبكم. يلا كده نبتدي في الفيديو. هنا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا بطاطس مقشراها، ومعايا فلفل رومي، ومعايا طماطم، ودول 4 بصلات صغيرين. لو عندك بصل كبير يبقى بصلتين كبار كفاية. تمام. بصوا هنا بقى بنتبل اللحمة المفرومة. هحط معلقة كده ونص صغيرة من الملح، وهحط كمان معلقة كده صغيرة بس مليانة شوية فلفل اسود، وهقلبهم. هو بس هنتبلها كده ملح وفلفل اسود. بصوا هنا كده حلوة جدا. هنقعد بقى نقلبها كده كويس. نقلبها كده كويس جدا عشان الملح يبقى في اللحمة كلها، مش في جزء وجزء لأ. بجد صينية البطاطس دي من احلى صواني البطاطس اللي هتجربوها. هنا بصوا انا معايا بطاطس حجمها يعني متوسط، مش كبير قوي ومش صغير قوي. هبتدي ان انا اقطعهم كده. قطعتهم كده حلقات كده، ومش تخينة ومش رفيعة. وبرضو البصل برضو هقطعه. قطعته برضو زي البطاطس كده حلقات. انا هقطع كل اللي معايا كل الحاجات دي حلقات كده مدورة. هنا الفلفل، عايزين تحطوا فلفل حار كمان مفيش اي مشكلة. وانا كمان عملت قطعت الطماطم. هنا بقى في الصينية اللي انا هعمل فيها البطاطس نحط البصل. هوزع بقى البصل كده في الصينية بالشكل ده. بعد كده هبتدي، انا معايا بصلة مفرومة كده في الكبة، هحطها على اللحمة وهقلبها برضو مع اللحمة كويس، عشان اللحمة بتدي نكهة حلوة جدا للحمة المفرومة. البصل سوري، البصل بيدي نكهة حلوة للحمة المفرومة. هنعمل بقى اللحمة المفرومة كده كور، وبعد كده هبططها تبقى زي مدورة يعني كده برضو. وفي جنب هحط بطاطساية. الجنب الناحية التانية هحط فلفل، وهحط طماطم، وهبتدي ان انا ارصصها اهو هرصصها كده حوالين بعض في الصينية بدوران. بصوا هنا اهو بكور، بعملها كورة كده اللحمة، وبعد كده بعملها زي القرصة كده، برجراية كده صغيرة. هحط برضو بطاطساية واقلبها الناحية التانية، وهحط واحدة فلفل وواحدة طماطم. وبرضو بصوا الشكل، شايفين انا مرصصاها ازاي؟ هي كده. هبتدي بقى ان انا اعمل كل الكمية بتاعتي اهو. في النص بقى يعني كان كل الدوران اللي حصل، يعني اللي لفيت بيه الصينية اللي عملته ده، كان بقى اللحمة خلصت فاضل حتة صغيرة، فرحت حاطة في النص كده كام بطاطسية، يعني كل البواقي حطيتهم كده ايه في النص، برضو بتدوها شكل حلو جدا. بعد كده هجيب في الخلاط هحط حوالي من 4 ل5 طماطميات، وهبتدي بقى ان انا التوابل اللي هحطها على البطاطس. حطيت ملح، معلقتين صغيرين ملح، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، وكمان هحط حوالي ربع معلقة كده كمون. حطيت حوالي معلقتين كبار زيت، وهضربهم كويس جدا في الخلاط، وبعد كده هحطهم على البطاطس. انا كمان كنت حطيت حوالي معلقة صغيرة قرفة، بس يعني ما صورتهاش. القرفة بتدي طعم حلو جدا لصينية البطاطس. وحطيت كمان ورق لورا.
ومعلقة سمنة كده بلدي، رحت حطاها على الصينية كده بالشكل ده، وحطيتها على البوتاجاز اول ما تغلي هحطها في الفرن. هبقى اوريكم برضو شكلها. هنا بقى كنت هعمل رز جنبها، هنعمل رز بشعرية. حطيت معلقة سمنة ومعلقة زيت وحطيت شوية شعرية لحد ما اتحمروا، خدوا اللون معايا الفاتح الذهبي ده. بعد كده نزلت بالرز، بنقلب الرز مع الشعرية مع الملح قبل ما نحط المية علشان الرز يبقى مفلفل، ما يبقاش معجن يعني كده، يبقى حلو يعني، مش معجن، الرز مفلفل. بعد كده اهو حطيت الملح، حطيت برضه حوالي معلقتين ملح وقلبته. بعد كده حطيت المية، انا حطيت مية سخنة بالشكل ده كده، هقلبه كمان تقليبه. وبعد كده هغطي عليه، اول ما المية تتشرب هبتدي ان انا اغطي عليه خالص. بصوا هنا اهو الصينية كانت على النار بتغلي على البوتاجاز من فوق، كانت اصلا يعتبر استوت حوالي 80% يعني، واخدت سوا 80%. بعد كده هنزلها الفرن، حطيتها في الفرن حوالي تلت ساعة. بصوا طلعت معايا بالشكل ده، بجد من احلى صينية بطاطس هتجربوها، طعمها تحفة تحفة وريحتها تجنن، يعني الريحة لوحدها تجنن. ومش ما فيهاش توابل كتير، ما فيهاش اي حاجات كتير، حلوة جدا. هستناكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم، انا واثقة ان شاء الله ان هي هتعجبكم. بصوا شكلها حلو ازاي، كل حاجة فيها مستوية حرفيا، بجد حلوة قوي قوي. بصوا هنا بقى الرز اهو، بعد كده هنغرف بقى البطاطس كده معاه. الميزة فيها كمان ان هي مترصصة كده، تعرفي تطلعي منها. زي ما انتوا شايفين تحفة ازاي، بجد ريحتها رهيبة. وزي ما انا قلتلكوا بيبقى معاها انا رشيت عليها قرفة، القرفة بجد بتديها ريحة وطعم في حتة تانية خالص. انا بس ما كنتش عارفة اقطع اللحمة كويس، بس هي بجد مستوية جدا. بصوا البطاطس كمان، البطاطس حرفيا مهرية، حلوة قوي. حلوة جدا زي ما قلتلكوا. هستناكوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم. كده فيديو النهاردة خلص، بوصفة النهاردة خلصت. انتظروني فيديو جديد بوصفة جديدة. باي باي.